فوازير أكلة مفنونة. يا مساء الفرحة والضحكة الحلوة، معاكم مونيكا ميشيل ومعايا حل طبق امبارح، والحل هو فيلم آيس كريم في جليم. وجه وقت نلعب سوا بفزورة جديدة بأكلة حلوة، وهنكشف الطبق اللي مخبلنا أكلة مفنونة. مش مية سادة ولا عصير يتشال، في الفرح بيسبق أي استقبال. والتاني مش مكسرات عادي، ده محبوس في قشرة وقلبه أبيض نادي. في مسلسل لعبة يسرى مع غانم وهتفهم المضمون. كلمتين لو ركزت في المشروب والمخزون هتعرف الاسم من غير ما يتقال ولا يكون. وهنسيب حالا الفزورة المفنونة وهنروح نعرف عن الأكلة معلومة. الجزء التاني هو اللي هنتكلم عنه النهاردة. هاخدك ونروح لأيام الرومان في العصور القديمة، وما تستغربش لو انت معزوم في فرح وشفتهم بيرشوه على المتجوزين، علشان كانوا بيشوفوه رمز للبركة والفرحة. لو رجعت معايا شوية بقى لورا زيادة لأيام مصر القديمة، هتشوفهم وهم بيستخدموه في عجينة الخبز، لأنه بالنسبة لهم عنصر غني وقيم ويتقدم كده للملوك. ودلوقتي بمناسبة ان احنا في شهر الفالنتاين والحب، هاخدك تعيش معايا قصة رومانسية جدا لأمير أندلسي، وهو المعتمد بن عباد. عمل ايه بقى لمراته؟ هي أول لما تمنت إنها تشوف شكل التلج فراح زارع منه جبال قرطبة، أشجار كتير جدا، علشان ثمرته لونها أبيض وشبه التلج بالظبط. المهم تنبسط مدام المعتمد بن عباد وما تنكدش عليه في الآخر. وهو بجد في حب كده؟ قولي بقى، وصلت لحل الفزورة؟ طيب عرفت ايه هي الأكلة؟ اكتب تحت في الكومنتس. ودلوقتي شبعنا خلاص وهنشيل طبق النهاردة. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون، واستنوني بكرة 7:30 بالظبط معايا الحل. وكمان هنلعب سوا بفزورة جديدة في أكلة مفنونة بالفن معجونة. حلتها؟ طب استنى هتتسلى، لسه كتير فوازير. أكلة مفنونة.